السلام. رايح فين؟ جاي منين؟ وحشني يا ابني وانت والله. تسألش يعني بقالك فترة. طيب تعالى ننزل نتعشى، انما غير كده اقسم بالله ما هعبر حد فيكم. نبدأ. عندي كلام كتير. لسه مخلص فيلم الشاطر لأمير كرارة، فعلا الفيلم يستاهل المشاهدة. فيلم قوي جدا، فيلم ممتع، فيلم الأكشن بتاعه حلو جدا، الكوميديا بتاعته حلوة جدا. وطبعا تعالوا بقى نتكلم عن قصة الفيلم باختصار. قصة الفيلم بتتكلم عن آدم الشاطر، وهو ستانت أكشن في السينما، وبيجي في وقت من الأوقات ليه أخ صغير اسمه عصفورة. أخوه ده بيحب الترندات جدا، وبيحب إن هو ياخد الترند في أي وقت، وبسبب كده ابتدى يقرر إن هو يسافر بلاد كتير قوي ويصور نفسه وهو في البلاد. ومن ضمن ما هو مسافر سافر تركيا، وأثناء ما هو كان هناك في تركيا صور فيديو. الفيديو ده هو اللي خلى حياة آدم الشاطر تتنقل 180 درجة. أخوه صور فيديو إن هو اتخطف من عصابة في تركيا، وإن هو مش عارف هيعرف يوصل لحد تاني ولا لأ، ومن ساعتها هو الإرسال قطع. فساعتها قرر أدهم الشاطر إن هو ياخد صاحبه ويطلع بيه على تركيا عشان خاطر ينقذ أخوه. يا ترى هينقذ أخوه ولا لأ، ويا ترى أخوه في تركيا ولا لأ، كل ده هنعرفه. طبعا لو هنتكلم عن الكوميديا ما ننساش إن مصطفى غريب عامل دويتو جامد جدا مع أمير كرارة، ووجود هنا الزاهد في الفيلم ده برضه فرق كتير قوي مع أمير كرارة. أمير جرب قبل كده موضوع الكوميديا ده في فيلم البابا مع ياسمين صبري، بس الفيلم ما كانش أقوى حاجة خالص، وده علشان خاطر حتى الناس الكوميديان اللي كانوا موجودين معاه في الفيلم ما كانوش أقوياء. لكن مصطفى غريب فعلا يا جماعة هو كريزي الضحك، هو فعلا افهاته رهيبه جدا وافهاته ما بتقف. لو هنتكلم وندي تقييمات للممثلين في الفيلم ده، فمصطفى غريب هو شايل الجزء المسؤول عن الكوميديا بشكل قوي جدا، وامير كرارة الاكشن بتاعه بيتجدد لو هنيجي نتكلم عن تقييم الفيلم فهو احمد الجندي من اشطر المخرجين اللي بيعملوا افلام كوميدي في الفتره دي، وكمان معتز التوني صديقه اللي دايما بيطلع ضيف شرف خفيف جدا ولذيذ جدا. ولو هنتكلم على ضيوف الشرف اللي موجودين في الفيلم ده فما تعدش، وكل واحد منهم دوره كان حلو قوي. تقييمي لفيلم الشاطر هو 8.5 من 10. ونصيحتي لمصطفى غريب، يا ريت يا ريت ما تحرقش نفسك بسرعة. ما تنسوش تتابعوني عشان تعرفوا كل جديد. سلام.